السلام عليكم، ايه الاخبار؟ دلوقتي انا ماليش نفسي اذاكر. والمفروض ان انا ورايا مذاكره كتير، وماليش نفسي حرفيا خالص ان انا افتح كتاب اصلا. فهنضطر بقى ان احنا ناخد الحاجه بتاعتنا وايه ونطلع بره نشوف مكان نقعد نذاكر فيه. في ناس جوها كده ما يعرفش يذاكر غير في البيت والهدوء وكده، لا انا بحب اطلع بره. اروح مكان كده اشوف ناس قاعده بتذاكر، ناس قاعده بتتكلم، ناس عامله دوشه، عادي ممكن اقعد جنبهم واعيش واقعد اذاكر. فاحنا هنعمل ده. فدلوقتي هجهز الشنطه بتاعتي واخد حاجتي وايه ونتحرك. ابقوا معنا. ناخد كتاب الاطفال، نوتس برضو بتاعتنا عشان فيها المهام بتاعت اليوم والتاسكس. ماشي، ناخد ديت، بس دي اساسيه معانا، نحطها هنا. كنت هنسى الشاحن بتاع اللاب. كده كله تمام. تعال، حشتيني اصلا، تعال نط، يلا نط، اقفزي قفزة ثقة. اطلع العب يلا. السلام عليكم. خلي عنا رجاله. اتفضل يلا حبيبي الله يكرمك حبيبي. هي عايزه سندوتش شاورما دلوقتي بس. شاورما من الحاجات الجميلة برضه وانت ماشي يعني تقابل حد بقول السلام عليكم، تحية الإسلام. وعلى فكرة مش شرط تكون عارف الشخص اللي انت بتقول له السلام عليكم ده، عادي حتى لو متعرفوش. السلام عليكم. مش معنى ان انت مش عايز تذاكر او مش عايز تشتغل يبقى انت ما تشتغلش او ما تذاكرش، لا، انت تدور وتفرق في اي طريقه تخليك تنزل تذاكر برضه، او تنزل تشوف اللي وراك، متكسلش. مش عارف تذاكر في البيت، تنزل ذاكر بره. روح ذاكر مع، لا بلاش تروح تذاكر مع واحد صاحبك مش هتذاكر. خلاص وصلنا الكافيه اهوت، هنخش نذاكر بقى. ابقوا معنا. أخاف عليكم يوم التناد. مظبوطها كده، مظبوطه تمام مظبوط كده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الصورة ديت بتاعت نتيجة، يعني دي كانت نتيجة أصلا كده في الأصل، تمام. وكان هنا بتاعت النتيجة، فأنا شلت الحوار كله ورجعتها لأصلها اللي هي الكرتونة كده، تمام. وحطيت هنا لزق دبل فيس، وتحت هنا لزق دبل فيس، والمفروض انها هنلزقها بقى كده. الفكرة الدنيا بترخ بره، حد سامع الصوت؟ مش عارف سامعين ولا لأ، بس الدنيا بترخ. اللهم صيبا نافعا يا رب، اللهم صيبا نافعا. هنجيب الكرسي كده عشان عايز اتكلم معاكم شوية. بسم الله. كنت انا نزلت ذاكرت النهارده في 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 الكافيه وكده، ما كانش لي نفسي خالص اذاكر في البيت، فنزلنا ذاكرنا شويه في الكافيه وبتاع. فالدنيا لطيفه، يعني الدنيا لطيفه خالص، مالكوش دعوه بالبتاع اللي وراه على الدولاب ده، ركزوا معايا. فالدنيا لطيفه خالص في الكافيه بصراحه. نزلت ذاكرت وبتاع وخلصت اللي ورايا. لو كنت قعدت في البيت بقى كنت ذاكرت، لان ما كانش نفسي اذاكر خالص، يعني انا حرفيا كنت مقفول من هي البتاع جايه في عيني ليه؟
الاباجوره دي. فانا كنت مقفول من المذاكره خالص بصراحه، ما كنتش عايز اذاكر. فاللي خلاني انزل اذاكر ان انا نزلت قعدت في كافيه وبتاع، غيرت جو، غيرت مود، قعدت ذاكرت. لو انت مثلا مالكش نفس تذاكر، غير المكان اللي انت بتذاكر فيه. مفيش مشكله لو هتنزل يوم في الاسبوع تذاكر في كافيه، او تروح تذاكر مع واحد صاحبك، بس لو هتذاكروا مش هتهزروا مع بعض، اللي هو غير مود يعني، غير الجو، غير المكان. المهم بقى في حاجه عايز اتكلم عنها، من ضمن الحاجات برضو اللي بتمنعك من المذاكره هو الشيطان. الشيطان مش عايزك تذاكر، مش عايزك ناجح، مش عايزك مبسوط. هو كل هدفه في الحياه ان انت تكون فاشل، ان انت تبقاش مبسوط في حياتك، في الاخر تخش النار. ده هدف الشيطان. لذلك ربنا قال في القران ايه، الشيطان يعني كان بيقول له، ربنا بيقول له قال انظرني الى يوم يبعثون، فربنا رد عليه قال فانك من المنظرين. فرد الشيطان وقال ايه، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ده انا قاعد لهم مش سايبهم. فشوف الشيطان قاعد لك. مش بس كده، كمان كمل قال وراها كده، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. مش بس كده، وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. بص من الاخر عايز يدمرك، هو ده هدفه. هتسمع كلامه؟ لا مش هسمع كلامه، هنعصيه. مش عايز تذاكر؟ لا انت عايز تذاكر، بس هو اللي بيوسوس لك بيقول لك ما تذاكرش، عشان تضيع وقتك على التليفون، تضيع وقتك في اي حاجه تانية، كلام فارغ مش عارف ايه، عشان ما تذاكرش، عشان ما تبقاش ناجح، عشان ما تبقاش مبسوط. هو هدفه كده. هنسمع كلامه؟ لا مش هنسمع كلامه. توكلوا على الله يا جماعه، توكلوا على الله. استعين دايما بربنا سبحانه وتعالى. وانت بتصلي ادعي ربنا، قول له يا معين اعني. وانت في قلب الصلاه وانت ساجد قول له كده، يا معين اعني، يا رب اعني على المذاكره. والله احيانا في حاجات ما بقاش عارفها، مش فاهمها، او محاضره مش فاهمها مش عارف اذاكرها، فاقوم اصلي، وانا بصلي ادعي ربنا في السجود اقول كده، رب فهمني محاضره كذا، بقول اسم المحاضره، يا رب انا مش عارفها، مش هفهمها من غيرك، يا رب عيني ان افهمها. فانت اعمل كده في محاضره مش فاهمها، درس مش فاهمه، ادعي ربنا، قول له يا رب يسر لي الدرس ده، فهمني الدرس ده، عيني ان افهمه. هتفرق كتير قوي. بس كده، ما تنساش تعمل لايك بقى، واشوفك في فلوج جديد. سي يو. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله